بوزدر نبداو بالسؤال الكلاسيكي، من هو بوزدر وما هي الفرق اللي تكونت فيها في الاصناف الصغرى والفرق اللي لعبت فيها سابقا؟ السلام عليكم. حمزة بوزدر، 17 فيفري 91. تكونت في نادي بارادوم، كادي بريمير اني حتى لحقت طلعت سينيور. ومن بعد رحت لغيليزان، وين لعبت في غيليزان 2 عام ناسيونال 1 عام ناسيونال 2. ومن بعد ابري 2 سينيت في البرج، ومن بعد جابني المكتوب للعلمة. حمزة، قبل موسمين كنت بألوان سري غيليزان، وكانت عندكم ذكرى سيئة بسقوط النادي، رغم أنه الفريق كان عندكم تشكيلة متكاملة بلاعبين جيدين مثل بالمختار، بن عياد، تبي، حتى أنت أديت موسم جيد. نقدر نقولوا أنه سري غيليزان في هذاك العام تظلم؟ تظلم شويه، يعني واحد ما يكذبش. وين بدينا العام موان 6 بوان، موان 2 ماتش، ما لعبناش 2 ماتش. وين ما كيما يقول لك ما بخلناش على الفريق، قدمنا كاع واش عندنا. سينا حاولنا نسلكوا الفريق حتى لاخر لحظه. ما كتبش ربي، احنا كيما يقول لك احنا درنا اللي علينا واللي كتبها ربي هذيك هي. مرحبا حمزة، بعد هذاك العام درت سيزون شابه، يعني الجميع كان يتوقع انه بعد سقوط غيليزان راح نشوفوا بوزدر في فريق مليح في القسم الاول، ولكن بوزدر في هذاك العام بقى في سيري غيليزان في القسم الثاني. نحبوا نعرفوا الاسباب، لا ما بدلتش، اسكو ما كانش عندك لي كونتاكت والله اداره الفريق ما حبش تسرح؟ نو، كانوا عندي دي كونتاكت، وكانوا عندي دي كونتاكت ناسيونال 1. نبالك نقول لك بلو دو 3 كونتاكت اوفيسيال ناسيونال 1. ما كتبش المكتوب، وين الاداره حبت تحتفظ بيا. كملت العام تماك، وكملت يعني كملت الكونترا تاعي، باسكو كانت عندي كونترا دو 2 عامي الاول عامي الدوزيام كملتهم. وهذه حمزة، في العام الثاني تاعك في غيليزان ما شفناكش بصوره منتظمه في التشكيله الاساسيه، ويشارك زايدي نقولوا في عدد من المباريات خاصه في مرحله العوده. ما خفتش من هذيك من وضعيتك بعد السيزون المليحه اللي درتها قبلها؟ نو ما خفتش منها، باسكو بون جينيرالمون في لاكارير تاعك تجوز باساج افيد، تجوز يكذب عليك الواحد كسوا جوار ولا غارديان ولا اونترينور ولا نيمبورت واحد في لاكارير تاعو يجوز ان باساج افيد. انا صبرت، كملت نخدم، وعلى بالي باللي ستان باساج افيد ويجوز، ما نتقلقلوش كاع. امضيت في الصيف الماضي بالوان اهلي البرج، وشرعت في التدريبات، ولكن في اخر لحظه بوزدر فسخ عقده مع اداره الاهلي. نحبوا نعرفوا السبب اللي خلاك تغادر الاهلي. اسكو كي انتدبوا اداره النادي انتدبت فوزي شاوشي، نقولوا انت خفت من المنافسه وغادرت وفضلت المغادره؟ فضلت نروح من الفريق اللي بون ما الواحد. انا بور موا باش نقعد يعني 30 ماتش ما نلعب حتى ماتش، يعني ماهيش في الصالح تاعي ولا في صالح تاع الفريق. فضلت انا نلعب، نكون كومبيتيتيف هكذا باش نلقى روحي في لاكارير تاعي. هي نقولوا خفت من المنافسه مع شاوشي والله اللي خليتك تبدل الاجواء؟ لا، ما خفتش من المنافسه. بون شاوشي عنده اسمو، عنده دار لاكارير تاعو. في الجزائر تحب ولا تكره، يعني يعطيو الافضليه للاسم كل الاسم واحد اخر. تما الواحد اللي عنده اسم كبير يعطيو له الافضليه مهما يكون الروندمون تاعو. حمزة، بعد فسخ عقدك بساعات قليله شفناك جيت امضيت في اداره مولوديه العلمه. نحبوا نعرفوا كيفاش جرات الاتصالات ما بينك وما بين اداره العلمه؟ والله الحمد لله، كونتاكتاني مسيو بريزيدون عراس، وين تفاهمنا في يا ربي ما نقدر نقول لك واحد 20 مينوت وصلنا الاتفاق. جيت لهنا للعلمه، سينيت ديريكت، يعني كانت سهله بزاف كاع. يعني تفاهمنا على لي ديتاي، تفاهمنا على كلش، تفاهمنا
وانا عجبني المشروع تاع الفريق، وين قال تما هضرت معاه قال باللي نديروا فريق منافس يتنافس على الصعود. الحمد لله كانت الامضاء تاعي سهل في مولودية العلمة. حمزة، بداية قوية ليك وللنادي في المباريات الثلاث الأولى، 7 نقاط، انتصارين وتعادل وشباكك لم تتلقى أي هدف. جا لقاء الحراش تعرضت لإصابة بعدتك شوية على الميادين. نقدروا نقولوا أن بوزدر ما كانش محظوظ في بداية الموسم. هي الإصابة هذيك، لو كان انا ما كملتش، باسكو في لا بريمير مينيت حكمتني حسيت هنا لا دولور. هي لو كان حبست في الماتش تاع الحراش ما كملتش نلعبوا، بالك الاصابه ما كانتش راح تكون هكذاك. مي مالوريزمون الواحد ما يقدرش يخلي الفريق تاعو في اون بلان مباراه. واحد عفست على قلبي كما يقولوا، وكملت المقابله وين كما يقول لك المكتوب الله غالب. بعد الإصابة عدت بقوة ونجحت في قيادة فريقك، نتائج مليحة. نقدروا نقولوا بدليل أنه في 10 مباريات تلقيت سوى 3 أهداف. نقدروا نقولوا أنه منصب حارس المرمى في أي فريق هو 50%. أكيد 50%. يعني أنا ما نقدر نقول لك باللي هذه الخدمه كاع هذه ستان جروب هو اللي يدير لا ديفيرونس. الجروب هو اللي يدير لا ديفيرونس. تقدر انت تكون مليح، يقدر صحابك ما يكونوش مليح، يقدر صحابي يكونوا ملاح وانا ما نكونش مليح. يعني الجروب كي يكون عندك ان جروب سودي كيما تاعنا الحمد لله، وين نتخاووا داخل التيران ونتحدوا داخل التيران باش نحققوا النتائج الايجابيه هذه. من الاسباب التالق تاعي هي مدرب الحراس عبد الغني مهري، اللي صراحه يتعب معنا بزاف ويعطينا في النصائح يعني يوميا، حاجه ما يخليها. يعني ني صغيره ني كبيره. من هذا المنبر نشكروا بزاف على يعني الخدمه اللي راهو يقدمها لنا. بعد لا فاز اللي حمزة تشوف انه فريق مولودية العلمة هو فريقكم يعني بامكانه انه يحقق حلم الانصار في صعود القسم الاول. احنا ان شاء الله نكملوا بهذا الريتم هذا وبهذا لا مونطاليتي هذه. هي انه نحضروا المباريات تاعنا ماتش بار ماتش. ما نقدروش نصوتيو ماتش والماتش هذاك مازال ما لعبناه. يعني نروحوا ماتش بار ماتش. كيما دوكا بقى لنا الماتش تاع الجايه نحضروا له بيان كوم يلفو باش ناخذوا النقاط تاعو، ومن عندنا لا تريف ان شاء الله نزيدوا نعاودوا نحضروا روحنا بيان كوم يلفو باش نونطاميو لا فاز روتور ان شاء الله. من الاسباب اللي خلتك انت والفريق تحققوا افضل النتائج هذا العام؟ هي السبب الاول والرئيسي هو اللاعبين. يعني الواحد ما يكذبش، يعني اللاعبين يقدموا كما يقول لك يحبوا يقدموا افضل ما عندهم. انا الحاجه اللي ناكد عليها هي مولودية العلمة عندها ان جروب دو فامي الحمد لله. تشوف المباريات كاع، يعني الناس تطيح الناس تنوض، خاوه بيناتنا الحمد لله. هذه هي قوه فريق. حمزة، طموحاتك الشخصيه على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد؟ لا ان شاء الله ندير ان بون باركور مع مولودية العلمة. لما لا الصعود للقسم الاول ان شاء الله. يعني وان شاء الله نكملوا المسيره في ناسيونال ان شاء الله. من هو احسن حارس جزائري بالنسبه لك يكون قدوه يعني؟ حارس جزائري انا ليا مبولحي. هو احسن حارس عالمي؟ جون لويجي بوفون. كلمه للانصار مولودية العلمة. نشكر الانصار اللي راهم واقفين معنا، وماذا بيا ان شاء الله يزيدوا يوقفوا معنا، باسكو مازال يعني مراحل صعبه راح يجوز بها الفريق.
يعني نطلب منهم انهم يوقفوا معنا ويوقفوا مع الاداره ويوقفوا مع اللاعبين باش ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. الحارس يعني بوسدر حمزه يعني عنده كل الامكانيات وكل الخاصيات اللي يعني مطلوبه تكون عند حارس في فريق محترف. يعني الاداره في بدايه الموسم يعني كانت عارفه يعني واش تعمل، جابت يعني حارسين اللي عندهم مستوى، والحمد لله يعني كما نقولوها بتوفيق من الله عز وجل اولا، ثم يعني العمل والظروف يعني ككل اللي خلات يعني الحارس حمزه يعني يتالق في المرحله الذهاب هذه. وهذا يعني كما نقولوها كما نجموا نقولوا يعني نقاط قوه اللي يملكها يعني هذا الحارس، انه يعني خاصه من الجانب الذهني اللي هو حارس هادئ يعني، كما نقولوها النقاط الاخرى من ناحيه يعني النقاط كما نقولوها التقنيه ولا البدنيه مورفولوجيا نتاعو، يعني الحمد لله خلاته انه يعمل على طرق يعني وعلى اسس يعني صحيحه وسليمه. وكما نقول لك حاولنا ان نطوروا يعني الامكانيات نتاعهم، وهذا كان باين يعني في يعني اللي راهو يتبع في الفريق خاصه الانصار ولا بالاداره، والحمد لله كانوا في المستوى، وان شاء الله كما نقولوها ان شاء الله يكملوا هكذا وحتى نهايه الموسم ويزيدوا يتالقوا ان شاء الله باش يعني يساهموا ان شاء الله في يعني في كما نقولوها في الطريق هذا، الطريق يعني ان شاء الله يكون طريق الصعود في القسم الاول ان شاء الله.